استكمالا لسلسله المنتجات اللي معانا ومش علينا، فيديو النهارده هيكون خاص بالميسلر ووتر او الميك اب ريموفر. ناس كتير ممكن يختلط عليها الامر ان هي تستخدم الميسلر ووتر مكان التونر، ودي حاجه مش صح. تعالوا اقول لكم الفرق بسيط قبل ما نتكلم في المنتجات اللي معانا. التونر ده حاجه هتطبطب على البشره، حاجه هتضيق المسام، هتقلل من افراز الدهون، هتظبط من شكل اللمعان. اما الميسلر ووتر دي بمثابه دراي كلينسر، يعني غسول هيشيل الشوائب وهيشيل الحاجات اللي انا عايزه انضفها، وهيشيل اي حاجه انا عايزه اشيلها سواء كميك اب او اي اوساخ موجوده على البشره. عشان كده ما ينفعش ان انا ابدل ما بين الاثنين. كمان التونر بيكون فيه نسبه الكحول، ودي بتبقى كحاجه كترطيب للمسام. حابه افكركم المنتجات دي هي اللي المفروض نقطعها. اما المنتجات البديله، فاول منتج هيكون معانا هو الستارفيل ميسلر ووتر. ده بيتميز ان هو فعلا هينضف كويس وهيشيل الميك اب حلو قوي، بس مشكلته ان هو بيسبب حساسيه، فعشان كده ده غير مناسب لاصحاب البشره الحساسه. وكمان نستخدمه بحذر، نحط كميه قليله على الكوتون اللي هنستخدم بيها. تاني منتج معانا هو ديرماتيك ميسلر ووتر. ده بيتميز ان هو مناسب لاصحاب البشره الجافه والحساسه، ونقدر نقول ان هو بديل بايوديرما سنسيبيو. تقدري تستخدميه وانت مطمنه. وزياده الامان استخدمي كميه قليله وشوفي بشرتك هتتحسس او لا. ده مناسب اكتر لاصحاب البشره الدهنيه، مشكلته ان هو هيسيب شويه لمعه، ممكن يسبب شويه حساسيه، فعشان كده استخدميه بحذر في منطقه العين. رابع منتج معانا انتاج شركه ايفا منزله ميسلر ووتر نوعين، حاجه بالهيالورونيك اسيد وحاجه بالكولاجين. الاثنين هيشيلوا كويس، بس الكولاجين هتسيب سنه لمعان على البشره او سنه احساس ان في دهون او اويلز، عشان كده ضروري ان احنا نستخدم الغسول بتاعنا بعد استخدامها. اما الايفا اللي بالهيالورونيك اسيد دي هتشيل معاكي كويس، مشكلتها ان هي ممكن يكون فيها سنه عطور زياده، وممكن برده تسبب لك حساسيه، محتاجه بعدها ان انت تستخدمي الغسول بتاعك. اخر منتج معانا من بيز لاين، تركيبته فيها احماض تقشيريه، ودي عاده ممكن تسبب شويه حساسيه، فعشان كده استخدميه بحذر. وكده يكون كلامنا خلص في فيديو النهارده، وانتظرونا فيديوهات تانية كتير.